شوفوا صفحتي. بصوا بقى، سالت المحلات وقلت لهم انا عاوزه اعرف سر القرمشه الجميله بتاعه البطاطس بتاعتكم. اه ده انت جايه بقى تهزري وتورينا ان ايه بطاطس المحمره ومش انت فاضيه؟ لا والله بجد البطاطس المقرمشه بجد ليها اسرار وتكات زي ما انتم شايفين كده بجد، ما يعني احنا ما كناش نعرف عنها حاجه. بعد ما قطعتها بالشكل اللي قلت لكم عليه، نزلت عليها بميه سخنه، وبعد كده نزلت عليها بشويه من الملح، واول ما نزلتها على الميه السخنه شطفتها على طول وحطيت عليها شويه ايه من الملح. تاني حاجه احنا ما كناش بنعملها صح، ان احنا كنا بنحط الزيت غلط، يعني بنحط الزيت يسخن وبعد كده نحط عليه البطاطس. لا هم بيعملوا الزيت على البارد والطاسه بارده اهيت، واتحداكم ان الطاسه دي عشان ما حدش يتريق عليها موجوده في اي فرن في كل بيت، كل بوتاجاز موجود في الطاسه بتاعتنا الجميله دي. المهم الزيت على البارد زي ما انتم شايفين كده، والطاسه برده ولا سخنه ولا حاجه، والزيت مش سخن ولا حاجه، ونزلت على البطاطس على البارد. طبعا احنا مش هنحط كميات كبيره عشان ما تعجنش برده مننا، يعني نحط شويه بشويه بس على البارد. طيب اول شويه حطيناهم، هرجع برد الطاسه تاني؟ لا، اشتغلي عادي على طول، بس اول مره اعملي الزيت على البارد. بصي بقى، او ما تحاوليش تعملي كميات كبيره، يعني اعملي شويه مثلا